معظم الطرق بقى الى حد ما دلوقتي بقى كلها متسفلته، بقت كويسه. الطرق السريعه كلها بقت نظيفه، ما بقاش فيها تكسير ومطبات والكلام اللي كان موجود الاول ده. معظم الشوارع يعني اذا كانت الشوارع الجانبيه، الشوارع الرئيسيه، الشوارع بتاعه السفر كلها، كل الطرق بقت الى حد ما بنسبه 95% كلها متسفلته وكويسه ونظيفه، وبقت يعني مريحه العربيات بتاعتنا في الحركه والمشي وكده. الا حاجه واحده بس انا مش لاقي لها حل في كل الطرق، يعني مش في شارع معين ولا في طريق معين ولا في مكان معين. هي ان انا اكون ماشي في طريق، في نص الطريق بجري، والاقي حفره في نص الطريق ولا انت تعرف تيجي منها يمين ولا شمال، لازم هتاكلها. يا اما تيجي كده وتروح خابط في حد او حد يخبط فيك، او لو انت فادتها اللي وراك بيروح لابسها. وحفره تخلي مقص يتكسر، مساعد يتكسر، الفرده تفرقع. وده انا مش لاقي له حل. يعني انا بالنسبه لي انا بعاني منه. انا بسمع الخبطه بتيجي في قلبي، مش بتيجي في العربيه نفسها. فانا مش عارف، يعني انا مش عارف الموضوع ده هيكون ليه حل ولا لا. مثلا يعني في كوبري مثلا زي كوبري التجنيد ده اللي هو في شارع جسر السويس، لما تكون نازل منه في اتجاه اشاره جسر السويس، اول ما تنزل منه على طول وانت نازل من الكوبري، لو انت واخد اليمين او الشمال، هي في الحفره في النص ومش باينه. العربيه يا اما انت هتاخدها بالجنب اليمين، الفرده اليمين، او هتاخدها بالفرده الشمال لو انت ماشي من الجنب. ففي تلك الحالتين انت هتاخد الحفره دي. هي حفره عباره عن بلاعه بس غويطه شويه. انا مش عارف يعني هيكون الموضوع ده هيبقى ليه حلول ولا لا. فاحنا يعني الحمد لله شكرنا ربنا ان الطرق بقت كلها متسفلته وبقت كلها كويسه. واكون انا مثلا ماشي واخد سرعتي 70 80 مثلا 60، برضو ده مش ماشي بالراحه، دي سرعه. فلما تاخد حفره غويطه على السرعه اللي انت ماشي عليها دي، او بلاعه عاليه، فهي لازم تبقى يا اما حفره واطيه قوي عن الارض، يا اما بلاعه عاليه عن الارض. وفي تلك الحالتين هتدشمل العربيه. واحنا يعني مش في عرض ان احنا نغير مساعد ولا مقص ولا كوبلين ولا فرده تفرقع في الايام السوداء اللي احنا فيها دي، بحكم ارتفاع اسعار قطع الغيار او اسعار العربيات او اسعار الكاوتش او اسعار العفشه ومساعدين الكلام ده. فانا يعني مش عارف، يعني انا بس اللي بعاني من الموضوع ده ولا كل الناس حرفيا زيي بقت بتقابلها نفس المشكله في كل الطرق. اكون ماشي على محور المشير اللي هو في التجمع، الاقي نفس الموضوع على الدائري، في اكتوبر على المحور. كل المناطق دي مهما كانت نظيفه وكويسه ومتظبطه ولسه متسفلته ومعموله على اكمل وجه، لازم يكون فيها كام حفره متفرقين. حتى انت لما تيجي حتى تحفظهم ما بيكونوش على نفس الاتجاه. يعني هم لو كلهم نفس الاتجاه اللي جنب الرصيف، انت تبعد عن الرصيف وتبقى ماشي في النص. لكن انت بتبقى ماشي تلاقي واحده قدامك، وبعد كده تيجي يمين تلاقي واحده في وشك، وبعد كده تيجي شمال، اللي هو عشان تمشي الطريق كله وتفوت كل البلاعات دي ومفيش واحده فيهم تيجي في العربيه، هتلاقي نفسك ماشي عامل زي السمكه، تعمل كده كده كده. وطبعا ده مستحيل يحصل هنا في البلد، بحكم اللي جاي جنبك يمينك وشمالك وبتاع. فانت غصب عنك لو فوتت واحده يعني هتشرب التانيه. فيعني رفقة بعربياتنا اللي احنا بنعاني في تصليحها وفي صيانتها وفي قطع غيارها الغالية نار. يعني يا ريت يعني حد يشوف حل في الموضوع ده، لان مش انا بس اللي بعاني منه، الناس كلها بتعاني منه. لان المطبات مش سهله، هي مش حته بلاعه بسوى الطريق فانت بتعدي عليها بتحس تك تك وخلاص، لا ده انت بتحس برزعه طخ، اكن بير مش اكن بلاعه عاديه. فالموضوع بقى مستفز بطريقه فظيعه. وانا الاول لما كنت بلاقي الطريق متكسر بقول خلاص هم لما يجي يسفلتوه اكيد الدنيا تتظبط وبتاع، انا هشتكي يعني من حته بلاعه والطريق نفسه مكسر. لكن لما الدنيا اتظبطت واتسفلتت وبتاع، انا ساعات بلاقي بلاعات على الكوبري. انا ببقى طالع الكوبري كده، كوبري معمول عليه بلاعه ازاي؟ او في النازله، تيجي انت نازل في النازله، والله في كوبري اللي هو عند قبل المحكمه في مصر الجديده في شارع ابو بكر الصديق، وانت نازل منه في نص وفي بلاعه. فانت ما بتبقاش مركز بقى، تركز مع الرادار عشان السرعه والحزام، ولا تركز مع الطريق، ولا تركز مع الميكروباص التويوتا اللي هو بيبقى راكن في نزله الكوبري على اليمين وانت نازل بتجري وهو واقف على اليمين بينزل ناس. فانت بقى يا اما تخلي بالك من ده، ولا تخلي بالك من ده، ولا تخلي بالك من الرادار، ولا تخلي بالك من البلاعه اللي في نص الكوبري. وفي الاخر
يقول ايه الحوادث حصلت من ايه؟ ما هو واحد ميكروباص راكن وبلعه في النص ورادار على شمالي، غير اللي جاي راكب بي ام وطاير ومشغل الزينون وماشي 130 ولا 140 جايب اخر العربيه، وانت يا عيني يعني لو على قدك شويه او لسه متعلم السواقه او بنت، هتلاقي نفسك هتتلخم لخمه من المنظر ده تخليك ما تركبش عربيات تاني او ما تسوقش تاني، في ظل ان الشارع واسع ونضيف وحلو وكل حاجه بقت يعني الى حد ما يعني مدياك كل الصلاحيات ان انت تقدر تسوق بكل سهوله. بس معاناه من الميكروباص والبلاعه والرادار واللي جاي في وشك والتوك توك اللي جاي عكس في نص الطريق، وانت تحس ان الاولويه ليه، هو تحس ان الطريق بتاعه هو مش بتاعك انت من كتر ما هو جاي في وشك بكل ثقه وفي نص الشارع. انا اعرف ان اللي بيمشي حته عكس صغيره مثلا عشان ما يلفش الكره الارضيه بيمشيها من على جنب كده وبيبقى من جنب الرصيف وبيبقى خايف كده لانه بيعمل حاجه غلط. الا توك توك يسيب الشارع كله ويجي في النص ماشي لك في نص الطريق وانت جاي في وشه، لدرجه ان انا ساعات بتساءل اقول هو انا اللي ماشي صح ولا هو اللي ماشي صح؟ اصل انا ماشي عادي وهو جاي بيجري وفي نص الطريق، مش يمكن يكون ده طريقه والسهم اللي معمول كده ده انا شايفه بالعكس عشان النضاره مش مبينه لي؟ يعني ربنا يرحمنا.